في باكور كردستان من الأخون؟ أوجلان أم الجاش الجحوش؟ قرار حزب العمال الكردستاني باكك حل نفسه وفسخه قرار يجب على جميع الكرد أن يدعموه. فبهذا القرار منح الكرد فرصة أخرى لإنشاء مسار وطني قومي وتحرري لقضيتهم. ومن المهم جدا أن يتمكن الكرد من إنقاذ أنفسهم وتخليصها من الخراب والدمار والإرهاب العاطفي والفكري الذي صنعه باكك في أدمغة الكرد وعقلياتهم من خلال مفاهيم الحرب، السلاح، الشهداء والمقاومة. ولكن علينا أن ندرك حقيقة أن آثار باكك على المجتمع الكردي لن تنكسر وتنتهي بسرعة وسهولة، لأن الدولة وإن كانت تريد أن يفسخ باكك نفسه وتنظيماته ويتخلى عن سلاحه ويسلمه، لكنها لا ترغب في انتهاء سيطرة وتحكم باكك على الكرد، لأن الدولة تسيطر على عموم الكرد وتتحكم بهم من خلال باكك. لذلك فهي لم ولن تسمح بنشوء حركة تحررية مستقلة خارج أطر باكك في كردستان. في الوقت نفسه لا يريد قادة باكك التخلي عن سلطتهم ونفوذهم الحالي. من ناحية أخرى هناك العديد من المناضلين والسياسيين والكوادر ورجال الأعمال في تركيا وأوروبا وأماكن أخرى مما يستمدون الريع السياسي والاقتصادي من وجود باكك ويستفيدون منه. وهذه الحقيقة تظهر لنا أنه لا الدولة ولا الأطراف المحيطة بباكك لن تتقارب كثيرا من التنظيمات والكيانات الكردية الأخرى والتي ستتأسس بعد انهيار باكك، بل بإمكاننا القول إنهم سيعادون هذه الحركات والتنظيمات الكردية، بمعنى أنه حتى لو تخلى باكك عن سلاحه فهو لن يتخلى عن إخضاع الكرد واستعبادهم. ولكي يتمكن الكرد من التحرر وتخليص أنفسهم من هذه المصيدة عليهم أن يقوموا بتحليل ودراسة وفهم جميع المفاهيم والشعارات التي خلقها وزرعها باكك في عقول الكرد وذهنيتهم خلال 40 عاما الماضية، وبالأخص 20 سنة الأخيرة منها. على سبيل المثال مفاهيم الخيانة والتخوين والخونة، فيجب تعريفها وتحديدها من جديد. عندما تلبس قميصا وقمت بغلق الزر الأول من قميصك بطريقة خاطئة، فجميع الأزرار الأخرى ستغلق بطريقة خاطئة وغير صحيحة. وكذلك هو باكك، فإذا لم تعرف ولم تفهم حقيقة تأسيس الحزب وبدايته بشكل صحيح، فإن أي تحليل ودراسة لاحقة متعلقة بالحزب ستكون خاطئة. وإذا أردت تحليل ودراسة باكك فيجب عليك أولا أن تعلم أنه لا عبد الله أوجلان ولا باكك لم يكونا معصومين بريئين منذ بدايتهما. فعندما نقول بأن دولة تركيا أسست باكك على يد أوجلان فإننا نتعرض للهجوم والانتقاد سواء من الدولة نفسها أو باكك نفسه. في الوقت نفسه يصدر استياء من جانب بعض الناس، علما أن الأمر ليس بهذه السهولة، فقد فقد الآلاف من الناس حياتهم داخل باكك. انضم 5 ل 6 أشخاص من بعض العائلات إلى الحزب. فعندما نقول إن أوجلان أسس باكك بدعم من الدولة وإعازها، فقد لا يتمكن المرء من تقبل هذه الحقيقة بمشاعره وأحاسيسه. في الوقت نفسه فهم يخشون أن ينهار النظام الذي يستندون عليه، لذلك فهم مستاءون غير راضين. لكن نعم، ما لم تعرفوا حقيقة بداية باكك فلن تتمكنوا من اتخاذ خطوة صحيحة وسليمة من أجل الكرد. الانتقاد الموجه لباكك ليس في ارتكابه بعض الأخطاء في تكتيكاته وسياساته. أخطاء باكك وانحرافاته ليست أخطاء سياسية وتكتيكية، بل هي ليست أخطاء، فقد قام باكك بشكل متعمد وموجه بإبعاد وإخراج الحركات الكردية والكردستانية بعيدا عن محورها ومسارها. لذلك فإن أكبر عائق أمام النضال الوطني القومي للكرد هو أوجلان والتنظيمات والكيانات التي يقودها. ولكي يتمكن الكرد من إنجاح نضالهم وكفاحهم الذي دام قرنا من الزمن، يجب عليهم إزالة وهدم هذا النظام الذي تم إنشاؤه باسم أوجلان. فتعالوا معا نكشف مرة أخرى عن دور باكك من خلال بعض الحقائق التاريخية. في باكور كردستان أي كردستان تركيا من الأخون؟ أوجلان أم الجاش الجحوش؟ الدولة التركية عجزت عن صهر الكرد وإذابتهم في بوتقتها. الدولة التركية كيان لا يتعدى عمره قرنا من الزمان، وهذا يعني في الأساس أن الأشخاص الذين نراهم في تركيا الآن ليسوا أشخاصا ولدوا في الشرق الأوسط،
وهم ليسوا من الأتراك الأصليين، ف10% من السكان هم من عرق الأتراك القادمين من آسيا الوسطى، بينما 90% المتبقية هم من اللاز والروم والغجر والأرمن والألبان والبوسنيين والبلغاريين وغيرهم من الشعوب من غير المسلمين. أصبح جميع هؤلاء أتراكا، بعضهم اندمج وانصهر وأصبحوا أتراكا بمحض إرادتهم دون اضطهاد وقمع. لكن وضع الكرد مختلف تماما، فقد بدأت عمليات صهر الكرد وإذابتهم في بوتقة التتريك في فترة نهاية الإمبراطورية العثمانية أثناء فترة الاتحاد والتراقي. ويشتهر السلطان عبد الحميد بمقولته الشهيرة عن الكرد، فكان يقول: يجب علينا أن نلين مشاعر الكرد في داخلنا، يجب أن نذيبهم وننصهرهم وجعلهم ملكا لنا. فكانوا يدركون جيدا آنذاك أن الكرد ليسوا مثل بقية الأمم والشعوب، ولن يستسلموا لهم بمحض إرادتهم. لهذا استخدم عبارة سنجعله ملكا لنا. فبدأت الدولة التركية في بداية تأسيسها بصهر الكرد ثقافيا وجسديا في عام 38 لغاية أوائل الستينيات. كان الصمت قد خيم على الكرد والكردية، لكن التغييرات التي حصلت في العراق وعودة الملا مصطفى البرزاني من روسيا إلى كردستان والمطالبة بالحكم الذاتي وبدء الحرب المسلحة أعادت الروح للحركات التحررية الكردية والقضية الكردية وبعثتها من جديد. كل هذا كان من كبرى المخاوف على الشعب التركي، فقرر تركيا كما قال السلطان عبد الحميد تليين الكرد استهلالا لصهرهم. ومن أجل تحقيق هذا الهدف تم تأسيس منظمات على يد الأتراك لمواجهة هذه المخاوف والمخاطر والتهديدات. أرادت الدولة التركية تشكيل 3 منظمات لاحتلال الكرد داخليا وتليينهم، وشمرت عن ساعد الجد في بداية سبعينيات القرن الماضي. وبدأ الخراب والانهيار في المجتمع الكردي من 3 جهات. الأول كان حزب العمال الكردستاني PKK. بدأ PKK بخطابه اليساري الراديكالي وجمع الكرد حوله، لكن وكنتاج ل47 عاما جعل التتريك والهوية التركية هو الهدف الرئيسي والمقدس. الثاني كان حزب الله وهدابار. بعد ثمانينيات القرن الماضي قامت هذه الأحزاب بحشد الكرد وجمعهم حولها عن طريق استثمار مشاعرهم الإسلامية، وقاموا بتتريكهم في أطر مفهوم الأمة. الثالث يمكننا عموما أن نسميهم جاش أي جحوش. هذا القسم كان على النقيض من القسمين الآخرين، فهؤلاء قاموا بحماية أيديولوجية الدولة بشكل علني ومباشر. هذا هو الفرق بينهم، فالقسمين الأول والثاني قاما بهذه الأعمال والممارسات بشكل غير مباشر وغير علني، لكن الجحوش قاموا بهذه الممارسات وهذه المهام بشكل علني ومباشر، لكن لم يخفي هؤلاء الجحوش الشرعية على مهامهم ووظائفهم بعبارات أيديولوجية كردية، بل بقوا إلى جانب الدولة بشكل علني وصريح. إذا فكرنا في هذه التشكيلات والكيانات الثلاث فهي مختلفة عن بعضها البعض ومعادية لها، وقد سفك دماء بعضهم البعض وأراقوها، ولكن في جوهرها هدف ثلاثتهم جميعا هو خدمة تركيا. لذلك لا يستطيع هؤلاء الثلاثة تعليم بعضهم البعض دروسا في الوطنية والقومية والكردية، كما لا يجوز لأحدهم أن يسمي الآخر خائن. وحتى لو كان بعض جماهير وأنصارهم على علم بهذه الحقيقة، فهؤلاء هم أدوات ووسائل لحماية مستقبل تركيا. إذا فهمنا هذه الحقيقة في هذا الإطار، آنذاك تتفند باراديغما ونظرية PKK والقاضية بأن الجميع خونة سوايا. وقد قال الرئيس المشارك لدان بارتي تونجر باكورهان في ذلك اليوم: عندما ينتهي الصراع والاشتباكات لن نترك الجحوش عاطلين، سننزع السلاح من أيديهم ونمنحهم العصي ليقوموا بتربية الحيوانات. ينبغي عدم فهم الموضوع بطريقة خاطئة، فنحن لا نبرئ لا الجحوش المرتزقة ولا غيرهم، ولن نحمي أي قوة تحمي سياسة الدولة التركية. لن نبرأهم ولن ندافع عنهم، فالخطأ خطأ والباطل باطل والصواب صواب والحق حق. ففي كردستان بعض الخونة والعمالة أسوأ وأخطر من الجحوش، فلا يسخط ولا يغضب أحد. فلم يلحق أي من قادة الجحوش في جولامير من الضرر بالقضية الكردية بقدر الضرر الذي ألحقه عبد الله أوجلان بالقضية الكردية، ولم يتسبب رئيس جاش بقدر ما تسبب أوجلان بقتلهم على الإطلاق. فعلى الأقل الجحوش قوة محدودة، لا يتبنون أي أيديولوجيات، لا يتلاعبون بعقول الناس ولا يشوشونهم،
والكل يعلم من هم الجحوش وكم يتقاضون من الرواتب، فهذا واضح للجميع. لكن أوجلان جيش سري خفي، فقد قال أوجلان خلال محاكمته: نحن حماة وحدة الدولة تركيا وحدود المعاهدة الوطنية ميثاق ملي. وهذا القول وحده يكفي بأن نسمي أوجلان جيش، فكل من يحمي الدولة التركية يطلق عليهم عموما اسم جيش. جوهرهم واحد لكن أشكالهم مختلفة. كل من يعتبر نفسه جزءا من دولة تركيا وأصبح عائقا أمام الأمة الكردية فهو جيش. قال أوجلان خلال محاكمته عام 99: الكرد جزء من جميع الشعوب الأخرى داخل الأمة التركية، فقط ثقافتهم ولغتهم مختلفة. هذا ما قاله أوجلان في محاكمته، بمعنى أن أوجلان يقبل أن يكون الكرد جزءا من الأمة التركية. فيا ترى ما الفرق بين أوجلان وجيش آنذاك؟ السيء هو أنه يمكنك الإطاحة بنظام الجحوشية في تركيا خلال يوم واحد، لكنك لا تستطيع إنهاء وهدم جحوشية أوجلان المتقمصة في الثورية والخراب الفكري والذهني الذي أحدثه بين الكرد لسنوات. لهذا نقول إن أوجلان أخطر من أي جيش، لأنه بنى أيديولوجيا شعبية جماهيرية ونظمها. لذلك يجب على الكرد ومثقفيهم أن ينبذوا ويرفضوا جحوش الدولة التركية الذين يحملون السلاح، أو جحوشية عبد الله أوجلان التي يمارسها بالفكر والقلم. فأساس الوطنية والإخلاص والنضال ضد الخيانة ومحاربتها يبنى هكذا.